بطل اوروبا وفريق يعني مصنف عالمي، فلازم احنا نخلي بالنا من النتيجه بالذات، يعني عشان ما يبقاش ضغط علينا. اللعيبه تلعب بغيره وروح وتثبت نفسها ان تقدر تنافس على الاقل، حتى يعني نتعادل، مش لازم نكسب ولا حاجه، ليه نتعادل معاهم نتعادل؟ ده بس مباراة تبقى حاجه ودية كويسه. وانا افرض ايه؟ لا، ايه المانع ان انا افرض ادائي وهو يفرض اداؤه؟ ده مو ماتش ودي يا جماعة يعني. ايه المشكلة ان احنا نستفيد؟ ليه الالتحامات يعني الاوروبية دي لابد منها؟ يعني احنا خلاص محمد صلاح ادانا امل ان احنا مفيش فرق بيننا وبين الناس دي خالص يعني. ايه المشكلة ان احنا افرض محمد صلاح اشتغل سيطرتي، على نفسه، افرض محمد ادائي؟ صلاح اشتغل على نفسه. المشكله اللي عندنا اللعيبه بتنزل تبقى في رهبه، لا خالص في رهبه من اطلاقا. اللعيبه دي، ده يا اللعيبه ده فندم مين ده وده هم مين اللي وده يبقى اوروبا عندهم وده رهبه. احنا عالمي. عندنا صلاح ده وعندنا المشكله هيثم دي. حسن وعندنا مصطفى محمد، هم اللي يبقى عندهم رهبه، مش ومرموش. المفروض طبعا عندنا 3 لعيبه انت محترفين، احنا بتتكلم عاوزين في اكتر ايه؟ من ده كده. محمد صلاح دلوقتي اغلب الانديه في اسبانيا مديله عروض. يعني احنا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده طبعا بس. كابتن محمد صلاح تاريخ، عمل تاريخ لنفسه فالمباراه سهله وحط نفسه جدا من يعني. ضمن الناس اللي هي مصنفه في العالم. مم. فكابتن محمد صلاح طبعا ربنا يوفقه في اللي جاي ان شاء الله، وان شاء الله يكون في كاس العالم يعمل حاجه لمصر ان شاء الله، وربنا يكرمه ان شاء الله، ومنتخبنا يشرفنا في كاس العالم باذن الله باذن الله. مباراتين هو مهمين يا ماتش كابتن. مباراتين مهمين ونتمنى جدا. الخروج منهم بصوره افضل تليق بالمنتخب الوطني. بشكرك يا كابتن، بشكرك. طيب مباراتين مهمين جدا، مباراتين لابد الالتحام القوي فيهم، لابد ان الكابتن حسام حسن يفرض سيطرته، لابد ان الكابتن حسام حسن يقول كلمته. انت منتخب مصر، انت عندك صلاح، عندك مرموش، عندك هيثم حسن، عندك لعيبه برضو محليه قويه جدا، عندك زيزو، عندك امام عاشور. اتوقع ان شاء الله ان المنتخب يعمل حاجه في المباراتين دول. مباراه منتخب السعوديه مباراه احنا دارسين كويس، دارسين شايفين الدوري السعودي كويس، دوري بيعتمد على السرعات، دوري بيعتمد على الالتحامات. فاتمنى الكابتن حسام حسن يبقى ملم بالمواضيع دي. مباراه اسبانيا مباراه مهمه جدا، مباراه عالميه. اتوقع المنتخب المصري هيعمل حاجه في المباراتين دول. بشكركم، كنت معاكم ايمن هاشم من برنامجكم من المدرج. اشوف حضراتكم على خير.